سيدنا آدم عليه أفضل الصلاة والسلام عصى ربه بسبب وسوسة الشيطان. الشيطان حلف لربنا أنه هيقعد يغوينا لغاية يوم الدين. فأنت مين عشان ما تقفش؟ يعني مش تقدر على الشيطان. بنحاول كلنا، بس أكيد كلنا هنقع في ذنوب وخطايا. سيدنا يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين. سيدنا موسى لما رجع غضبان ألقى الألواح والدسر وربنا سامحه على كده. سيدنا موسى برضه قتل واحد بالخطأ ورجع لربنا وتاب، وبالعكس بعد الابتلاء والمحنة دي ربنا رزقه كل حاجة لما قال ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير، رغم إن هو كان خاطئ، إنما دعا ربنا وربنا استجاب له واديه رزق واداه زوجة وكل حاجة. فربنا رحيم، فكون رحيم انت مع ذاتك، فربنا ارحم وارحم. يعني نستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سيدة بترضع طفلها وكانوا الصحابة موجودين، فالنبي سأل، يعني قال لهم أترون أنها ملقية طفلها في النار؟ يعني قالوا لا طبعا، يعني عمرها ما هتلقي طفلها في النار. فقالوا ربنا أرحم من هذه السيدة على طفلها أو على ولده. برضو حديث أبي ذر الغفاري، كان داخل على النبي المسجد، فالنبي قال له ايه؟ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا ودخل الجنة. فقال أبي ذر الغفاري وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وسرق. عادها عليه المرة الثانية، قال وإن زنى وسرق؟ قال وإن زنى وسرق. عادها عليه المرة الثالثة، قال وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قلت، اللي هو قال رسول الله، وإن زنى وسرق رغم أنف أبي ذر الغفاري. يعني ربنا رحيم جدا. انت ليه بقى موقف الدنيا انه مش هيرحمني؟ رحمك وحبك. بتدور على الحب بره ليه؟ بتدور على القبول بره ليه من الناس؟ تخلص من عبودية البشر. أمرك كله بين يدي الرحمن الرحيم، ليس لنا من الأمر شيء، إن الأمر كله لله. ودايما حط فكرة إن في الابتلاء ده لو شاء ربك ما فعلوا ولو شاء ربك ما سلطهم عليه، هترتاح. ربنا اللي أراد إن هو يحصل كده وإن هم يعملوا فيك كده، وربنا اللي سلطهم عليك. مش سلطهم عليه لأنه بيكرهك، لأ، هو ربنا بيحول طريقك لحتة تانية أنت ما كنتش تعلم إن فيها الخير جاي والبشرة جاية. ربنا حتى هو المسيطر على قلوب العباد. ربنا هو اللي قادر يخلي الإنسان ده يحبك أو يكرهك. ربنا اللي قادر الإنسان ده اليوم ده يشيلك فوق راسه واليوم ده خلاص كأنك ليس لك به علاقة، زي الزواج كده. ربنا قادر إن هو يألف بين قلبين ويتزوجوا، وقادر برضو يبعد ما بينهم. فكل حاجة بأمر الله. فالخلاصة اغلط وانت مطمن إن في رب رحيم، بس ما نعملش ذنوب وكبائر واحنا عارفين إن هي ذنوب وكبائر، ونقول ان ربنا غفور. لا، ربنا غفور رحيم، بس يعني لا تجلد ذاتك. المغزى من الحوار ان لا تجلد ذاتك. لو انت اخطأت توب وارجع الى الله. كل ما يملكه الناس لينا هو تحقيق قدر الله منك فقط. يعني حط العبارة دي قدام عينك، كل ما يملكه الناس هو تحقيق قدر الله منك فقط. الناس كلها جاية يعني بتنفذ قدر الله. انت ماشي بتنفذ أقدار الله، والناس جاية بتنفذ أقدار الله فيك أو في الأرض. فالخطة ان احنا الفترة دي، عارفة مع الألم النفسي اللي انت بتمر فيه، عايزاك بس تحافظ على صلواتك ال5 كاملة في موعدها، وبقلب حاضر مطمئن. يعني مش تسرع في الصلاة، تحاول تهدى، نفسك ما يجريش وانت بتصلي، فتحس ان انت مطمئن. وادعي باللي نفسك فيه بأسماء الله وصفاته. ركعتين قيام الليل ما تسيبهمش الفترة دي نهائي، وركعة الوتر بعد العشاء، وملازمة الذكر. يعني بعد كل صلاة لو هتخصص ذكر خفيف على اللسان، مثلا زي استغفر الله، معك مسبحة أو العداد، واستغرق في الذكر. دايما كرر الذكر في الأيام دي، لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده اللي هيطمنك، ده اللي هيكون معاك، هيغفر لك ذنوبك. وهنتكلم لما بنيجي عند العنصر الثالث، هنتكلم عنك انت ايه الأخطاء اللي انت عملتها وازاي تستغفر من ربنا وترجع. لسه هنتكلم عن الاستغفار باستفاضة. قدرت تقرأ سورة البقرة يوميا يفضل، لأن أخذها بركة وتركها حسرة. فلو انت خدتها كل يوم أفضل، أو كل 3 أيام مرة.